كنت زعلان وكنت متضايق بس سمعت كولر او البروفس في المؤتمر الصحفي، بدأت أراجع تفكيري وبدأت أتكلم بالعقل. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ لا تنسوا الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين، ونبدأ كده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنت جديد في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو أنت معانا على طول فين اللايك بتاعك، شير الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد مشاهدين. وعموما لشباب الأهلي ورجالة الأهلي، محدش يزعل من اللي حصل، فوز لبيراميدز. وللأسف الفوز كان جاي من فريق غلس بمعنى الكوره ورخم وشغل توانسه، ويمكن حسين الشحات هو اللي شفا غليلي شويه لما لزق الشيمي ده بالقلم. بس عموما في لعيبه كتيره جدا كان عليهم علامه استفهام، مش اللعيبه المجهده. ولو احنا اتكلمنا زي ما اتكلمنا مارسيل كولر، طيب انت كنت تلعب علي لطفي، كنت تلعب ناس تانية المفروض تلعب طالما الماتش خلاص انت كده كده خدت الدوري. مش مساله انك بتحاول تدور على الفوز على طول من غير خساره وتنهي الموسم. كنا نتمنى كده عشان يبقى الموسم الثامن في تاريخ النادي الاهلي ان بينهي الموسم بدون اي هزيمه. وللاسف لان مارسيل كولر برضه في جزئيه بسيطه جدا لازم نقول عليه. هو كان بيدور اللعيبه وكان بيريح، بس اللعيبه فعلا لازم يبقى في يوم اوف، او معنى اصح ايام كتيره اوف، لان اللعيبه كلها للاسف كانت النهارده اتخاذ القرارات كمان ما كانش باين، وكان حاجه تضايق كتير جدا في باصات وفي عرضيات. ملعب كان فاضي، في بغض النظر ان جالك هجمات او ما جالكش هجمات، انت كان في فجوه ما بين الدفاع وما بين الوسط وما بين الهجوم. كنت تحس كمان ان اللعيبه اللي ممكن هي اللي تصنع الفارق، واحد زي حسين شحات لما نزل كان تاخير كبير جدا انه ينزل. طبعا انت كنت ما تتمنى انك ما تنزلوش. طيب لعب الناس الثانيه، لعب كوكا ولعب رامي ربيعه ولعب علي لطفي ولعب الفريق اللي انت لعبت بيه، بس انت كنت تريح اللعيبه الاساسيين لان هم فعلا اجهدوا، وهم فعلا انت خايف من الخساره واضطريت ان انت تلعب الاساسي خلاص اهلك. وكان باين قوي حتى في محمد عبد المنعم اللي جاب هدف لنفسه، عشان كمان الثقه الزايده اللي هو كان بيلعب بيها ممكن تاثر في الايام القادمه. طبعا اللعيبه ديت اصلا مش هتاثر عليها الكلام اللي حصل والثلاث اهداف اللي دخلت، واحنا معاهم مهما كان. الناس ديت فرحتنا في 10 شهور جميع البطولات اللي دخلناها. طبعا فريق بيراميدز انا مش عارف انت مغلول ليه وقعد تستفز الجمهور والشيمي يعمل حركه انت مالكش دعوه بيها، انت ما خدتش منه بطوله. وزي ما مارسيل كولر قال، انت راجل ما خدتش منه بطوله، انت فزت عليا، وكان لازم ان انا العب فريق قوي عشان اشوف بعض النقاط. ويا جماعه فعلا عاوزين مهاجم. علامات الاستفهام اللي نقدر نتكلم عليها على واحد زي خالد عبد الفتاح اللي كان متوتر من ماتش حرس الحدود. انت لاعب في النادي الاهلي المفروض تبقى اهدى من كده، وكان عندك النهارده قرارات كتيره خاطئه. ما بتكلمش عن الاهداف، انا بتكلم عن ميس باص وعن كمان ابراهيم عادل اللي عدى منك اكتر من مره، وانت كنت بتتجنح حتى في الدفاع، كنت بتروح بجنب كده للاسف وبتتاخد على الثابته، وده ما يصحش. المفروض حتى لو انت مجهز نفسك انك انت تفتح الملعب من بره، فانت تبقى عامل بمعنى صح في الكوره انك تبقى جاهز للسبرنت او للجري، انك ما تتلمش بالسهوله ديت. طبعا في حاجات كتيره جدا علامات استفهام زي محمد طاهر اللاعب اللي بيدينا ماتش وللاسف 10 لا. محمد طاهر ما كانش قادر النهارده، اللي بيلعب كوره فاهم هو ايه ده سهر، ده شغل سهر. للاسف كان محمد طاهر النهارده مش قادر حتى يمد رجله. محمد طاهر كانش موجود، تغييره كان المفروض الاول عن كريستو قبل كريستو ممكن يكون ادى شويه عنه للاسف. وكان عندنا مثلا واحد زي احمد عبد القادر لما نزل غير برضه الماتش، بس انت كان في فجوه. قفشه اللي هو قاعد للاسف قاعد في حضن المدافع، في حضن المهاجمين. كان في بعض الكور اللي هو بينزل وسط الملعب، بس كانت فين وفين، لان شفنا بعد الجول الثاني والثالث كل اللعيبه بدات تروح ناحيه ال 18. الاختراق للاسف من الوسط كارثه. ولما انت طلعت محمد شريف منزل لي رأفت، طيب مين هيكون المهاجم؟ طيب انا كان الاولى العب الناس ديت والعب الفرقه الثانيه او الاحتياطيه. انا ما عادش عاوز، محتاج الماتشات خلاص، انت نهيت الدوري، وكان الفرصه اللي عندك او الانجاز اللي كنت ممكن تعمله راح من ماتش حرس الحدود انك توصل ل 90 نقطه. فانت الموضوع خلاص انت كنت تسيب الماتشات ديت، لان عندنا ماتشات كاس مهمه جدا، والاتحاد الكوره بيعمل
بيعمل او عامر حسين بيعمل خطه كده ولعبكه اللي على النادي الاهلي بموضوع الكاس. هيلعبنا الداخليه يوم الاربعاء وبعد كده هيلعب المصري وحاجات غريبه، عفوا المصري يوم الاربعاء والداخليه على طول، فما فيش راحه. وبعد كده المصري دور ال 16 والنادي الاهلي مش هيتاجل له مباريات. طبعا مارسيل كولر بيقول لك انت بتطلع اللعيبه ديت بره، مش موسم واحد، انت المفروض تحتاجها حتى في منتخب مصر مش هتلاقيها، لانك انت دلوقتي اجهدتها. النادي الاهلي الوحيد اللي في العالم حاليا لسه بيلعب مباريات رسميه في الدوري. للاسف الدوري عندنا لسه ما خلصش، لهم حق اللعيبه تمس لهم العذر ومش هنلومهم اكتر من كده. بس انا حزين النتيجه 3-0، وحزين كمان ان كمان انت ما عرفتش تأدي. حتى كان عندهم كمان النهارده النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي لعيبه حسين شحات بشكل كويس جدا وارتدت للاسف. وفي شيء غريب كده بغض النظر، ممكن عشان انت اصريت على التشكيله ديت واصريت انك ما تتلزمش فانا هزمت للاسف مارسيل كولر. احنا مش بعاتب مارسيل كولر ومش بعاتب حاجه ثانيه. انا كنت شايف ان في فجوه في وسط الملعب النهارده وكان اللعيبه بعيده عن بعضها. حتى ديانج لما نزل كان قراراته مش باص كتيره ومفيش قرارات كان بياخدها، ما هوش عارف هو عاوز يطلع ولا يرجع، فكانت الكره بتقف تحت رجله. اللعيبه كلها كانت عاوزه ترتاح يا جماعه، اللعيبه كلها زي ما احنا شايفين النهارده مش قادره تأدي فعلا بمعنى الكلمه. مش بيراميدز قوي او شيء، لا بيراميدز لو جاي والنادي الاهلي فايق هيعمل عليه. الدليل على كده النادي الاهلي فاز عليك في نهائي الكاس، فاز عليك في السوبر بصعوبه وكل حاجه، لان احنا عارفين انك فريق برضه محترم. وده الفرق اللي احنا بنتكلم ان البيراميدز هو اللي بينافس الاهلي حاليا مش الزمالك. وما يزعلوش مني جماهير الزمالك واللي بيحصل في نادي الزمالك. عموما النادي الاهلي النهارده خسر بال3 وكانت هزيمه تقيله جدا تبين ان احنا عندنا كمان فجوه كمان مش في المهاجمين. احنا عاوزين باك يمين كمان. طبعا لو رجع اكرم توفيق فهيكون عندنا قوه ضربه جدا، وعندنا امام محشور برضو بيلعب في الباك اليمين. بس في حاله الهجوم عاوزين سنتر باك. النادي الاهلي عاوز فعلا سنتر باك، عاوزين قلب هجوم، لازم قلب هجوم ويصنع العاب كويس جدا يلعب رقم 10، لان اللي انا شايفه ان في قرارات كتيره لقفشه للاسف. في كره بالهيد اللي هو داخل عليها كان بيمرن شناوي، انا مش عارف ولا خدها على صدره وشاطها ولا لعبها بزاويه، ده بيلعبها في النص. الراجل بتلعب انت مغمض، انت ما بتعرفش تلعب بالهيد، وللاسف بتخش في ال 18 عشان تلعب بالهيد. ففي حاجات كتيره جدا قفشه لازم يشتغل عليها على نفسه. طبعا محمد شريف اللي يعتبر اللي هو جدد للنادي الاهلي وبقيه الرجاله اللي جددت، انا لو هلتمس لك العذر النهارده انك اجهاد، بس كان في كور كتير جدا يا جماعه حتى غريبه. يعني انا كنت بشوف ان محمد شريف كان بيستنى الكوره بيجري وبيهرب من الكوره، ده اول حاجه. ثاني حاجه لما بيجي بيستلم كوره بتطول منه مش عارف يستلم، في كور كتيره بيبقى لوحده مش عارف هو بيفكر ازاي، لان الدل على شيء يدل على محمد شريف مش لاعب بيلعب بظهره. للاسف محمد شريف فعلا مش بيلعب بظهره وما ينفعش يلعب بظهره، مش مهاجم صريح. عموما عشان ما نطولش عليكم ونتكلم، النادي الاهلي واللعيبه ديت ادت ما عليها، محدش يزعل منها، محدش يتاثر بالنتيجه ديت. حتى لو كان حصل، انا واحد من الناس كنت مخنوق في المباراه والنتيجه تقيله على النادي الاهلي اللي خاتم الموسم كامل بكل العلامه الكامله. للاسف حاجه زي ديت تعكر صفو البطوله او بطوله الدوري او الانجازات اللي عملتها. بس ان شاء الله احنا معاك يا اهلي واحنا وراه، وان شاء الله لاداره النادي الاهلي مارسيل كولر ان هو يريح اللعيبه الماتشين اللي جايين. الداخليه ما عندهاش الا 10 لعيبه هتلعب. خدوا الكوره قدموا لهم انه المباراه تتاجل والنادي الاهلي وافق وهم رفضوا لان ما عندهمش لعيبه. طبعا اللعيبه كلها يا جماعه انت بتتكلم اللعيبه كلها في المصايف والنادي الاهلي للاسف هو اللي بيخش معسكرات، هو اللي بيخش للاسف للمباراه. عموما اشوفكم على خير في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.